السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. دائما يقولوا لي ليش ما تطبخ رز؟ أنا أقول ما في أحد ما يعرف يطبخ الرز، ولكن ما يخالف نبي نطبق معكم. طبعا هذا الرز لي فترة أجيبه منه الصراحة، رز من الآخر، يعني أفضل أو من أفضل الرز الموجود بالسوق، اللي هو شركة أبناء سليمان عبد العزيز الراجحي. وكنت صورت لكم قبل كذا رزهم البشاور أيضا رائع، ما في كلام أبد. فدائما جبنا الرز نبي ومع الطلبات، مع كثرة الطلبات على الرز بسوي صار أحيانا 4 إلى 5 طبخات كل أسبوع. نبي نسوي طبخة. اليوم بسوي رز حب ودهن على الحميمات. بسم الله توكلنا على الله. طبعا هذا الرز أخذته من خيرات البيت ب 62 ريال 10 كيلو، موجود بأغلب المحلات مثل الدانوب وبنده يعني وين ما تروح ما شاء الله تلقاه. ما ودي أدخل بتفاصيل الرز المحموس واللي ما هو محموس أو اللي حمسته خفيفة أو ما لنا دخل. احنا أهم شيء إن الرز عندنا تصير نسبة الرطوبة به قليلة عشان ما يتعجن. كل ما قلت نسبة الرطوبة بالرز وصار حبته بيضاء كل ما صار طعم ولا يتعجن. فيها أنواع رز ثانية ما نقدر نذكر اسماء، لكن يجيك فعلا حبته متماسكه وقويه ما تعجن، لكنه يصير اقل طعم. عموما مقادير طبعا الحميمات بصل وطماط وثوم والبهارات العدل مع بهارات الطبخ العاديه وحبحر مجروش على حسب الرغبه. معلش ازعجتكم شوي واسعوا صدوركم. نسبه الرطوبه يتحكم بها البائع، يستورد الرز ويخزنه عنده، وكل ما خزنه اكثر كل ما قلت نسبة الرطوبة وصار الرز أطيب. أيضا المشتري يعني يقدر يشتري كمية ويخزن عنده. كل ما طول الرز كل ما زان، يعني سنة سنتين 3 سنين ما له تاريخ ينتهي ولا شيء. كل ما طول كل ما نشف وصار يشرب الماء أكثر ويعطي طعم أكثر، ويصير سبحان الله به بركة بعد. يعني بدل ما تحط للرجال 3 فناجيل أو 3 بيالات تحط بيالتين. بسم الله. ما انا بحاجه اني اكشن، لاني بطبخ حمام او لحم ما يحتاج اكشن. الدجاج هو اللي ممكن نكشن له، ولو ما كشنت ما عندك مشكله. بصل وطماط وثوم والبهارات حتى اسهل، ونصف الحمام عليه ونشوف. هذا رز محموس وهذا رز الراجحي. مو بدليل انه كل ما كان اصفر معناته انه اقدم ولا اطيب، لا. احيانا تلقى الابيض هذا تاريخه اقدم من الاصفر، ولكن هذا زايدين بحمسته شوي مخلينه يصير اصفر. هذا يفقد الطعم، كل ما زادت الحمسه كل ما فقد الطعم. ولكن كل ما كان الرز ابيض ونسبه الرطوبه قليله، مو بابيض يعني بشاور، لا، ابيض مزه ونسبه الرطوبه قليله، يعطيك طعم وريحه على قولة الوالده، طعم بلفم وريح بالجسد ما شاء الله. لمدة 10 دقائق تقريبا بدون ماء. بعد ما يبيض الحمام أو الدجاج أو اللحم، يعني أحس أنه خلاص بدأ يسخن، أصب عليه ماء مغلي. وطبعا من ضمن القواعد اللي دائما نستخدمها إني ما أزيد الماء. مو ضروري إنه يغطي اللحم، لا، أحط ماء أقل من مقاسي اللي أنا أبيه علشان أزيد ولا أنقص. إني أزيد الماء أفضل من إني أنقصه، لأني كل نقصه تطلع من الطعم، لكن إذا زدته ما عندك مشكلة. بعد ما يدور البلف أقصر عليه وأزيد المدة. أيا كانت طبختي، حمام دجاج لحم، لأنه زيادة النار تسحب الدهن من اللحم وتخليه ناشف. لكن لو طبخته على نار هادية أفضل. أخليه أقصر وأزيد المدة 5 دقائق، بدل 20 دقيقة تصير 25. طلعت الحمام والقرف والليمون الأسود وصفيت المرقة من الباقي الكشنة كله، صفيه تماما واضغطه، اطلع المرق اللي به كله عشان بالنعمه بس. شوفوا كميه الدهن ما شاء الله. هذا وانا ما كشنت، او عشان كذا انا ما كشنت، لان الحمام بيطلع دهن. الرز نقعته لمده 10 دقائق او ربع ساعه بماء من الحنفيه، لازم ينقع. بسم الله. الزبيب اخزنه عندي، اشتريه جديد واخزنه عندي لحد ما يصير اسود مثل كذا وينشف يدندن. اخلي 3 شهور 4 شهور بالمستودع كذا يضبط، خلاص يصير ما يحتاج لا تكشين ولا غيره. شوفوا كمية الماء، يا الله يغطي الرز تمام. احط الزبيب واقفل. خلاص مجرد ما يدور البلف اقصره بالمرة وخليه 20 دقيقة، ما تزود عن 20 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا حطيت من بصل كشني شوي علشان
يعطيه نكهة. شوفوا شلون حبته، شوفوا شلون آخر حبة مثل أول حبة. ها ما شاء الله، حب ودهن. ترى هالمرة كثرت عليكم، المرة القادمة إن شاء الله في أشياء كثيرة ما إحنا بذاكرينها، لأن خلاص تصير قاعدة في جميع الطبخات. شوفوا حكاكته شلون. ما شاء الله تبارك الله. هذا رزنا حب ودهن على حميمات برعاية رز الراجحي. أجزل يسكت اللي صار بس.